ليه يا اخي مصر ما بتفتحش معبر رفح مع اخواتنا الفلسطينيين ونجيبوهم هنا؟ ليه يا اخي؟ حرام عليكم. والله الاجابه اللي هقولها لك هنا هي الحقيقه، بعيد عن اي هري سمعته بره. وما تخافش، مش هقول لك عشان مصر خايفه ان حماس تخش، لان الاجابه دي مش صحيحه. كمان مش هقول لك عشان الفلسطينيين ما خدوش سيناء، لان طبعا السوريين والسودانيين ما خدوش حته من مصر. سيبك بقى من الكلام ده واسمع الزتونه اللي محدش هيقولها لك. عايز اكد بس ان محتوى الصفحه مش سياسيه، بس ما ينفعش نهزر وفلسطين بتتدمر. الفيسبوك دلوقتي بيقلل الريتش عن اي فيديو بيدعم فلسطين، وهو بيعتم وانت بتدعم، فدورك ان انت توصل الفيديو ده لكل الناس وتبلغهم بالخطه اللي محدش واخد باله منها. يلا بينا نبتدي. ليه بقى مصر مش عايزه تفتح المعبر عشان اخواتنا الفلسطينيين يخشوا مصر؟ ومين قال لك ان الفلسطينيين هم اللي جايين؟ الفلسطينيين بيتهجروا. انت عايزنا نساعد في تهجير اخواتنا الفلسطينيين من ارضهم؟ عايز القضيه تضيع خالص؟ عايز الموضوع يتنسي؟ يبقوا اللي موجودين هناك يتم ابادتهم وتخلص القضيه على كده؟ هترتاح؟ اول حاجه يا سيدي، الناس السوريين والسودانيين جم مصر لما كان في خطر عليهم. ايوه، ما الفلسطينيين في خطر عليهم، بس بيتهجروا ومش بيهربوا. يعني اسرائيل هي اللي عايزاهم يروحوا على مصر، وده نص المنشورات اللي رمتها الطيارات الاسرائيليه على غزه. طيب لما كل الناس تروح على مصر، مين اللي هيتبقى في غزه؟ الحمساويه، لانهم اصلا مش هيهربوا، وكمان مش هينفع يسيبوا اسلحتهم ويمشوا، يبقى كده استسلموا. وبعد ما كل الناس ما تمشي من غزه ويتبقى الحمساويه، تيجي اسرائيل تدك غزه خالص، فاللي موجود فيه هيموت. مين اللي يقاوم بعد كده؟ يقاوم ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. وبعد الخطه دي ما تكتمل، يشوفوا هم مين اللي ممكن يرجع لغزه ومين ما يرجعش، بحيث ان مفيش صوت يعلى تاني في غزه الا بعد اجيال. انت عايز كده؟ عايز اخواتك اللي بيحاربوا يتسابوا لوحدهم عشان خاطر انت ماسك في شعار مصر ام الدنيا وما ينفعش تقفل بابها قدام حد؟ عايز اقول لك ان في فلسطينيين والمعبر مقفول، وفي مصريين ورا المعبر والمعبر برضه مقفول، بس الامريكان هيعدوا. ليه كده بقى؟ امريكا بعتت لمصر عشان الامريكان يعدوا من المعبر. المفروض مصر ترفض. غشيم. مصر وافقت. عايز تعدي الامريكان؟ على فكره احنا ما عندناش اي مشكله، بس بشرط هتعدي الامريكان بعد ما نعدي احنا المساعدات لفلسطين اللي انت معطلها. تمام؟ ما هو احنا مش هنبيع القضيه الفلسطينيه. انت متخيل ان مصر بتتعامل مع الامريكان باعتبارهم اسرى؟ طلعوا لنا واحد من المعبر ندخل لكم مساعدات؟ يعني انت متخيل الموضوع؟ يا ريت ما نشككش في مصر خالص، ونتاكد ان مصر بتدير الازمه دي باعلى كفاءه حصلت، حتى يمكن من احسن من الازمات اللي حصلت قبل كده. زي ما قلت لك انا بزق من عندي، فزق انت من عندك، لان زي ما قلت لك الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي ما بتزقش. اي فيديو بيدعم فلسطين بيوقعوه، ده لو ما اتحذفش، لكن لو ما اتحذفش يبقى وصل لك، فدورك انك توصله وتعرف الناس كلها ان مصر واقفه في ظهر اخواتها، واللي بيجي عليهم كانه جه علينا. انا عملت اللي عليا وقلت الرساله، وعليك انك توصلها، ويا رب توصل.